هل لاحظت إن الناس ساعات بتحترم شخص لمجرد إنه غني حتى لو طريقته بايخة، كلامه فيه غرور، الكل بيسمع له، الكل بيخاف يزعله؟ ليه؟ هل الفلوس بتشتري الاحترام ولا الناس بتحكم من مظهر الثروة قبل أي حاجة؟ في الفيديو ده هنفهم ليه الغنى بقى كأنه كاريزما تلقائية، وهنكشف إزاي ممكن تبني صورتك بنفس التأثير حتى من غير فلوس. الحقيقة الأولى: الناس بتحترم الصورة قبل الشخص. العقل البشري بيحكم بسرعة أول ما تشوف حد داخل بمظهر فخم، لبس غالي، حركة واثقة، بتبدأ تلقائي تحطه في خانة مهم، غني، لازم أسمع له. ده اسمه في علم النفس الانطباع الأول، وبياخد 7 ثواني بس. يعني ممكن تحكم على شخص إنه ناجح ومحترم لمجرد إنه لابس ساعة غالية أو داخل بعربية فخمة. بس خليني أقولك على موقف بسيط. شاب راح يقدم في شغل، لبسه عادي بس نظيف، دخل وابتسم وكان متوتر شوية، ما اتقبلش. نفس الشاب بعدها بشهر دخل نفس الشركة ببدلة، مشي بخطوات ثابتة وسأل سؤال قوي في أول دقيقة، اتقبل. نفس الشخص، نفس المهارات، بس الصورة اختلفت. فالناس مش بتحترم الغني لأنه غني فعلا، الناس بتحترم الصورة الذهنية عن الغني. الناس بتخاف تخسر رضا الغني. في عقل الناس الغني الفرص، نفوذ، مساعدة ممكن تيجي في وقت ما. فحتى لو شخص غني سلوكه مش الأفضل، الكل بيتعامل بحذر. ليه؟ علشان ما يخسروش. في مثال واضح: لما مدير في شركة يكون صعب وبيزعق بس غني أو ماسك سلطة، تلاقي الكل بيتكلم معاه بلطف، بيضحك لنكاته، مش لأنه محبوب لكن لأنه ما ينفعش نزعله. ده اسمه احترام المصلحة، مش نبع من الإعجاب لكن من الخوف من الخسارة. المثير إنك تقدر تخلق الإحساس ده من غير ما يكون عندك فلوس. إزاي؟ لما تكون ند قوي بتحط حدود ومش دايما متاح، الناس تبدأ تحسب لك حساب وتحاول تكسبك بدل ما تخسرك. فيه ناس مش أغنياء لكن كل الناس بتحترمهم. ليه؟ لأنهم عرفوا يتحكموا في 3 عناصر: سلوكهم الخارجي دايما متزن، ما بيشرحش نفسه كتير، ما بيتوترش بسهولة، لما يتكلم صوته ثابت وكلامه موزون. صورتهم البصرية: لبس بسيط بس أنيق، مش لازم ماركات بس متناسق، لغة جسد فيها هدوء، نظرات عين وافقة، ومفيش حركات زيادة. صمتهم في الوقت الصح، مش بيرد على كل حاجة، مش بيدي كل الناس نفس المساحة، وده بيخلي وجوده مشاعره نادرة. التركيبة دي بتدي نفس الإحساس اللي بيديه الغني للناس: احترام، هيبة، حساب. وعلشان توصلها لازم تبني شخصيتك ببطء، تبدأ من الداخل وبعدين تطلعها في الصورة. الغنى بيشتري المساحة بس الكاريزما بتحافظ عليها. الفلوس ممكن تشتري مكان على الترابيزة بس مش دايما تشتري الانتباه. في ناس معاها فلوس لكن أول ما تتكلم الناس تقلب وشها، وفي ناس تانية أول ما تتكلم الكل يسكت. ليه؟ لأن الكاريزما مش بس صوت عالي، دي هالة غير مرئية، بتخلي الناس تحس إنك مختلف، إنك مهم، إنك لازم تتسمع. الغني ممكن يدخل الترابيزة لكن اللي عنده كاريزما هو اللي بيخلي الترابيزة تسكت. الغنى مش دايما هو اللي بيكسب الاحترام، لكن الصورة اللي بيديها الغني هي اللي بتفرض الهيبة. وعلشان كده لو ركزت مع الفيديو ده كويس هتلاحظ إن فيه سر صغير اتقال بين السطور، واللي فهمه هيفرق في حضوره قدام أي حد. عاوز تتأكد إنك فهمته صح؟ ارجع اسمع الفيديو تاني من البداية ودور عليه، واكتب لي في الكومنتات السر كان فيه، واكتب توقعك، أنا شخصيا هرد عليك.